السلام عليكم متابعينا الكرام على سبورت 33. تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من كأس أفريقيا 2025، والمقامة حاليا بدولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026. ففي الثالثة والنصف عشر يستضيف مركب محمد الخامس مواجهة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ضمن مباريات المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا المنتخبين العربيين الجزائر والسودان. بوركينا فاسو تأهلت إلى قبل النهائي من قبل في 4 مناسبات، وكان أبرز إنجاز لها هو الحصول على المركز الثاني في نسخة 2013 بعد الهزيمة من نيجيريا في المباراة النهائية. أما غينيا الاستوائية فأبرز إنجاز لها هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2015 والتي استضافتها غينيا الاستوائية. وفي السادسة مساء يستضيف ملعب مولاي الحسم مواجهة منتخبي الجزائر والسودان. الجزائر نجح من قبل في الحصول على اللقب في نسختي 1990 و2019، أما السودان فقد حصل على اللقب في نسخة 1970 عندما استضاف البطولة، والمركز الثاني في نسخة 1959 و1963، والمركز الثالث في نسخة 1957. وفي الثامنة والنصف مساء يستضيف استاد مراكش مواجهة منتخبي كوت ديفوار وموزمبيق. كوت ديفوار هو ثاني أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة ب25 مشاركة. كوت ديفوار حصل على اللقب في 3 مناسبات: 1992 في السنغال، 2015 و2023 في ملعبها، وحصلت على المركز الثاني في نسخة 2006 و2012. أما موزمبيق فلم يحقق أي فوز في بطولة كأس أفريقيا. وفي 11 مساء تختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة منتخبي الكاميرون والجابون. الكاميرون هو ثاني أكثر منتخبات حصدا على اللقب رصيد 5 مناسبات: أعوام 1984، 1988، 2000، 2002 و2017. أما الجابون فلم تتأهل إلى ربع النهائي من قبل.